ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا امنية والنهاردة هقول لكم على الطريقة اللي بستعمل بيها الطماطم في وصفاتي، عشان اي وصفة بعد كده هيكون فيها طماطم تعرفوا انا بحطها بشكل عامل ازاي. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والفولو، لو بتشوفوا الفيديو على اليوتيوب ما تنسوش الاشتراك في القناة. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة بجيب الطماطم وبغسلها كويس، وبعد كده بقطعها نصين 4/4 اللي يريحكم. ولكل كيلو من الطماطم بحتاج له بصلاية وسط وتلات 4 فصوص توم مفرومين. بحط بقى كل الحاجات دي مع بعضهم في حلة على نار هادية قوي، وبغطيها وبسيبهم يستووا على اقل من مهلهم. ما بحطش ولا اي توابل ولا اي سوائل، هي الطماطم لوحدها هتنزل السوائل بتاعتها، وبرضو البصل هينزل السوائل بتاعته، وهيستووا مع نفسهم منهم فيهم كده. من وقت للتاني بقى بفتح عليها وبشوف اخبارها ايه، استوت محتاجة تتقلب. النار لو عالية عليها بتخلي بالنا ونوطيها، لان النار لما بتكون عالية عليها بتخليها ما تنزلش سوائل وبتتحرق معانا. فمهم قوي ان احنا نخلي بالنا من حتة النار تكون هادية خالص. وبفكركم تاني ان لكل كيلو طماطم بصلاية وسط وتلات 4 فصوص من الثوم، يعني لو انتم هتضعفوا كمية الطماطم فبتضعفوا معاها كمية البصل والثوم. اول ما بنلاقي بقى الطماطم دابت خالص كده والقشرة بتاعتها فصلت، وصلت للشكل اللي انتم شايفينه كده، هي كده خلاص بتبقى استوت تماما. بنرفعها بقى من على النار وبنسيبها على جنب تهدى شوية. وما بتبرد بقى باخدها وبضربها يا في الخلاط يا بالهاند بلندر، وما بحطش عليها اي سوائل خالص. وما تقلقوش على الخلاط مش هيجراله حاجة، لان هي كده كده بيكون فيها لسه سوائل. انا ما بسيبهاش على النار لحد ما بتنشف، انا بس يا دوب بخليها تستوي. اول ما بتستوي برفعها من على النار وبيكون فيها لسه سوائل زي ما انتم شايفين كده. الطريقه دي بقى للطماطم ليها مميزات حلوه قوي. اول حاجه احنا مش بنحتاج نصفي الطماطم، لان القشر بتاعها اصلا بيبقى استوى وبيدوب دوب كده، فلما بنعصرها خلاص هو مبيبقاش باين خالص. حتى البذر بيطرى ومش بيضايقنا خالص واحنا بناكل، ولا اصلا بيبان وسط الاكل. الميزة التانية بقى الناس اللي بتحب تعمل المحشي ني في ني او حتى في خلطة الممبار، لما بنيجي نعصر الطماطم بالطريقة التقليدية العادية بتاعتنا، مية وطماطم في الخلاط، ونيجي نحطها على خلطة المحشي، بتخلي الخلطة بتاعة المحشي صيصة كده لان هي فيها سوائل، فما بتبقاش ابدا خلطة المحشي لطيفة. لكن لما بنحط الطماطم بالشكل ده الخلطة بتبقى مظبوطة جدا ومش بتضايقنا ابدا واحنا بنحشي. ولو هنستخدمها في وصفة محتاجة ان قوام الطماطم يبقى خفيف شوية بنزودها شوية مية وما بيواجهناش اي مشاكل خالص، وفي نفس الوقت بنبقى استفدنا بطعمها الحلو. ودي بقى الميزة التالتة، طعمها فعلا حلو وبيبان اكتر في المكرونة. يعني انتم لو جربتم تاكلوا مكرونة متسبكة بصلصة متحضرة بالشكل ده هتحسوا بطعم مختلف تماما عن اي مكرونة اكلتوها قبل كده. يفضل بقى ان انتوا تعملوا منها كميات وتشيلوها في اكياس في الفريزر، كل كيس كده على قد استعمالكم علشان تبقى سهلة عليكم. مش كل مرة هنحتاج فيها طماطم هنقف بقى ونسلق ونستنى اما تبرد وبعد كده نعصرها. فالاحسن ان هي تكون جاهزة عندكم في الفريزر. وهو ده شكلها وقوامها، جربوها متأكدة ان هي هتعجبكم. فكركم تاني، متنسوش تعملوا لي لايك وفولو وتشتركوا في القناة، وبألف هنا وشفا على قلبكم.